يا وليه ما تفتحي. نزل معايا. يلا يلا يلا. هي استلقى انت على الكنبه. يلا. الحمد لله الحمد لله. هات رحيم. على مهلك. يلا انزل. بالراحة عليك بالراحة عليك بالراحة عليك. هشام هو الواد ماله يا رحيم؟ ما تقلقش يا حاج. رد على ابوك يا هشام، طمنه عليك. هشام هشام الواد مش معانا خالص يا رحيم. هشام هشام لا بقى ده لازم يروح مستشفى. مستشفى ايه يا حاج؟ وهتقول لهم ايه بقى؟ كان مخطوف ورجعناه؟ حنان يا طامي. طب ده ايه؟ انا بقول اللي فيه الصالح. يعني تروحوا المستشفى وتتقفشوا هناك. هو احنا جايين في السكه كان بيتكلم كان فايق. هو بس محتاج يستريح يا حاج ما تقلقش. هاتوا حاجة يسافرك فيها. انا في دكتور جارنا كده هكلمه يجي يشوف. طيب هشام ايه يا ابني؟ رد عليك. يظهر نايم ولا حاجه. وبعدين يا رحيم؟ ما تقلقش يابا، انا هسهر بيه لحد ما الدكتور يجي. حنان هاتي حاجه اعملوا بيها كمادات يلا. حاضر يا اخوي. اتحركي. طيب رد عليا يا هشام يا ابني. ما تستنجد بقى ورد على ابوك. انت في وسطينا دلوقتي. بالراحة عليه يا ولاد بالراحة عليه. رحيم أنا خايف الواد ده يروح مننا. ما تقلقش يا حاج. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أنا بقول ننقله مستشفى واللي يحصل يحصل بقى. قوم انت صلي ركعتين وادعي له، وانا مش هسيبه. وان شاء الله حرارته لو نزلت هيبقى كويس. إن شاء الله يا ابني إن شاء الله. هقوم. اتفضل.
خالد باشا، فيها خالد. لقينا العيال اللي نزلوا رحيم في بيت حلمي. وهم فين؟ سيادتك مش هتنبسط لما تعرف. سامي، داليا لازم تخرج من الحجز بأي وسيلة وبسرعة، أنت فاهم؟ اللي تؤمر بيه معليك، اللي تؤمر بيه. هي البنت لسه ما اتكلمتش؟ للاسف مفيش جديد. دي بنت مسجله وطبيعي تعمل اللي هي بتعمله ده. ده كلام يخش عقل يا سيادة المأمور. إزاي واحدة تاخد فلوس من ناس ما تعرفهمش علشان تقتل واحدة ما تعرفهاش جوه السجن؟ إيه، بتاخد فلوس عمياني كده؟ ده الكلام ده بالنسبه لك انت يا عماد بيه. احنا في الشغل بنشوف حاجات كتير اكتر من كده. ده ممكن واحد يقتل واحد عشان شريط برشام. ايوه انا فاهم سعادتك. داليا لازم ترجع الحجز، واوعدكم ان ده ما يحصلش تاني. انا وصيت بنتي في الحجز تخلي بالها منها. دودي، أوعدك إنك تخرجي من هنا قريب. وعد. ماما لو سمحت عايزة أكلمك دقيقة لو سمحت. اتفضلوا اتفضلوا. أنا عايزة ماما لوحدها. ماما اسمعيني كويس، أنا عايزة أقول لك إيه. امبارح بالليل كان سخن قوي يا دكتور، قعدت اعمل له كمادات لغايه الصبح، فين وفين لما الحراره نزلت، وبقى زي ما انت شايف كده. عادي. ده كان بيخاطرف يا دكتور علي. عادي. طب ايه اللي باين من الكشف دلوقتي؟ ما تقلقوش يا جماعه، عادي جدا. في ايه يا دكتور؟ هو كل ما هنسألك سؤال هتقول عادي؟ عادي جدا؟ الواد مرمي قدامك مش قادر يوصل طوله يا دكتور وتقول لنا عادي؟ ما ده العادي يا حاج. برضه بيقول عادي. يا بصبر بس لما نفهم الاول. طب يا دكتور احنا نضمن منين ان السخونيه ما ترجعلوش تاني؟ يا جماعه بس ادوني فرصه اكمل كلامي. انا قصدي من كل الكلام اللي انتوا بتقولوه ده بالنسبه لحالته عادي جدا. مش هو كان محبوس بقاله اسبوع ولا اكل ولا شرب، فده عادي يعني. عادي؟ برضه هيقول عادي. يابا انا كويس دلوقتي، كويس الحمد لله. يا دكتور علي انت شايف ايه طيب؟ بص يا عم حلمي، انا ما اكذبش عليك،
هو الافضل ان هو يروح المستشفى، بس انا شايف يعني ان في ظهره اثار ضرب وفي دراعه اثار ربط، فكده ايه احنا هنخش في سين وجيم وشوشره احنا في غنى عنها. انا هكتب لكم شويه حاجات اديها له وهو يبقى زي الفل على طول لحد ما نشوف انتوا هتعملوا ايه. 50 كفايه، 50 كفايه، ده كشف عادي. اتفضل يا دكتور. ملوش لزوم بقى. ملوش لزوم، عادي. عادي، حطهم في جيبك عادي. بص يا فندم المحضر ده كده. باشا اطفي السيجاره. ده سعد. يا فندم في 2013. ما هو على صله ابراهيم اهو. بس الصلة بعيدة شوية يعني. بعيده قريبه، صله بصله. سيادتك بقى هتبقى على راس الحمله اللي هتقبض على رحيم. بجد يا فندم؟ امر عليك. اتفضل يا باشا. مش عايزك تلاقي يا مدام هاله. ان شاء الله كلها يومين 3 وده اللي هتبقى في حضنك. ازاي بس وانتوا بتقولوا القضيه صعبه قوي؟ بس احنا مش قلقانين يا مدام هاله. لما نحس اننا هنغلب وهتقفل معانا هنشوف اي حد يشيل القضيه، وما اكترهم في الزمان ده. المهم نبقى مرتبين مع بعض، عشان ما ينفعش ابقى انا بعمل حاجه تيجي انت تعملي حاجه تبوظي لي كل حاجه. فاهمه يا مدام هاله؟ فاهمه. ربنا يجيب اللي فيه الخير. سلام. مع السلامه. الست دي شكلها مخبيه حاجه. هتكون مخبيه ايه يعني؟ مش عارف. المهم ما تبوظليش ترتيبي. حاضر. رحيم موجود؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا رحاب؟ ازيك يا حلمي؟ اتفضلي 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 اتفضلوا، ده هشام هيفرح بيكوا قوي.